مشاهدينا برحب فيكم من جديد. ضيفتي لليوم مطربة إماراتية متميزة ومتميزة جدا، وجدت نفسها بالغناء الشعبي فأثبتت وجودها على الساحة الغنائية الإماراتية. هي تعمل بجد واجتهاد أيضا، ومن أشهر أغانيها زرع المودة، أوبريت كلنا الإمارات أكيد، أغنية تصريح حصري، نفسي عزيزة، وغيرها الكثير من الأغاني الناجحة والمتميزة. برحب بضيفتي اليوم باستوديو اليوم على الحرة المطربة الإماراتية عريب. اشتقت لك وأهلا وسهلا فيكي ونيو لوك. اهلا وسهلا فيكي وفي كل مشاهدينا الكرام اللي عم بيتابعونا على هالبرنامج الرائع على قناه الحره. اول شيء بدي امسي عليكم وعلى جميع الموجودين بالاستوديو. اوضح شغله بسيطه بس، انا اماراتيه المنشا ولكن اردنيه الاصل والجنسيه. اهلا وسهلا فيكي. اماراتيه كنتي او اردنيه عريب؟ اللي شي 8 سنين مش شايفتك، تغيرت علي اكيد، وبعدك قمر مثل الله يسلمك يا ربي يخلي لي. نقله نوعيه عريب، يعني انا بعرفك بتغني الاماراتي الشعبي اللي مش كثير كمان بغنوه بيبرعوا فيه مثل ما انت برعتي فيه اليوم. من مطربه اماراتيه اماراتي شعبي بتغني لمطربه بتغني كل الالوان باغنيه وحده. فرجيتينا قد ايه ممكن، قد ايه هي وساطه. شو قصه هالاغنيه وليه تاخرتي لتغني هيك لون؟ أول شيء بالنسبة للأغنية الإماراتية الشعبية، أنا بحس إنه أساس كل مطرب دائما إجابتي النموذجية. إنه أي مطرب بالعالم بينشأ ببلد معين بحب إنه يطلع فبيغني الأغنية الشعبية اللي هي التراثية، اللي هي القريبة من الناس، اللي الناس دائما بتحب تسمعها وبتعيش وبتعمر قد ما بدك. فأنا بما إنه انولدت بهالبلد الطيب وعشت فيه حبيت هاللون، وعلى فكرة قريب من أهل الأردن، يعني احنا عندنا كمان بدو الاردن صح. كمان بنحكي، فقريب وسهل علي. تميزت فيه وبرعت فيه، ما بقدر اقيم نفسي بس الحمد لله رب العالمين على الاقل قدرت انه احفر لي اسم بهالوسط الفني اللي موجود هلا. 8 سنين هو مش تاخير وانما تركيز في الطريق اللي انا بدي امشي فيه، بهاللون المحدد، بهاللون المحدد، لحتى بعده تفرع لالوان عده من الوان، او يعني اخرها اللي هي اغنيه وساطي اللي انا بعد انقطاع مش كثير يعني، بس الحمد لله رب العالمين. طب قبل ما ابدا باغنيه وساطي، هل 8 سنين شو اخذوا او شو اخروا بمسيرتك الفنيه؟ هيك شغله وحده ما اخذوا مني شيء. اخروكي انتشار عربي مش بس لا، ما في حدا بيأخر حدا. انا كنت كثير، اولا بعترف انه كنت كسوله وراضيه باللي انا واصله فيه، لكن لما شفت انه مقتنعه شفت نفسي انه مبسوطه اللي انا وصلت له، فالحمد لله مش غلط. طيب يعني وساطي خبرينا كيف تم التعامل، كيف تم الاختيار، وشو اخذك على غياهيب؟ طبعا الشاعره غياهيب بوجه لها تحيه كثير. اول صوت نسائي انت بغني، اول صوت نسائي يعني بشرفني، وبكل تواضع انا كثير مبسوطه والحمد لله رب العالمين. ال8 سنين اثمرت بشيء عن سنين اذا كنت رح اغني، وهاي الاغنيه كثير قريبه على قلبي وانا بحبها كثير. هاي الاغنيه طلعت بمحض الصدفه، يعني انا صار لي بالاستديوهات صار لي 8 سنين عم بسلم وعم بشوف موسيقيين وناس. بيوم من الايام دقيت على الموزع الموسيقي محمد صالح وجه له تحيه. وجه له تحيه طبعا اكيد. قلت له انا صوتي حلو جربني. قال لي شو بتحبي نعمل؟ قلت له اعطيني اي قصيده من عندك اغني لك اياها مغناه. هون كنت قررت تغيري؟ قررت اغير، وقررت انه نفسي كمان انا يعني بدي اسعى. قلت لك كنت كسوله وحابه اسعى، وسبحان الله رب العالمين اخذ طريقي لهالباب. على فكره 8 سنين بالاستوديوهات عمري ما التقيت فيه، عمري ما شفته، عمره ما اشتغل لي، مع انه اشتغل مع كل الفنانين اللي بالشركه اللي انا كنت فيها واصحابنا المطربين الفنانين الاخوه. ما شفته. بعد 8 سنين شفته مثل ما قلت لك، التقيت فيه وقلت له جرب صوتي. قال لي هاتي لاعطيك شيء لحن من عندي اخليكي تغني في اغنيه وساطي نجربها. واو. قلت له نجربها. قال لي ونبعثها كمان ونشوف شو رايهم، يمكن يعني ما بتعرف الصدف كيف. فعلا بعثناها والحمد لله رب العالمين اجت الموافقه بطريقه يعني انا ما تخيلتها. وكمان بدك هيك تتابع الحديث عن هالاغنيه، ليك خلينا نسمعها. طبعا. إذا قلبي تعب ومبحث صوتي
بكتب يا هالشيمة وصاتي، أنا محتار ما عندي ثبوتي، نهب توقيع كل معاملاتي، فلا يغريك عن حالي سكوتي، عظيم الوجع نار حسراتي، أرى الأيام بفرحي تفوتي، خذت معها بقايا ذكرياتي. الله، شو بتمثل لك هالتجربة؟ يعني لتغني لشاعرة مثل غياهيب الكل بيتمنى وبيحلم، من أي فنانة بتتمنى تغني لها قصيدة، شو بتمثل لك هالتجربة؟ بتمثل لي نقلة نوعية. أول شيء نقلة نوعية، إنه التعاون مع شاعرة الوطن الشاعرة غياهيب، واللي بتمنى من رب العالمين يحصل على هالفرصة، لأنه فعلا فرصة بتعمل لك نقلة نوعية للغنى يعني أنا يعني بقول لك ما فيني أحكي كثير عن الموضوع، بس بتمنى للي كل من يتمنى أني أغني لشاعرة الوطن غياهيب، إن شاء الله يا رب يصير. وزي ما قلت لك هي أضافت لي كثير وبس. حلو. الانجليش بالاغنيه، يعني غنيتي باخرها يمكن انجليش، كنت عم بسمعها واو. مين اكتشف انه كمان عريب بتأدي اللهجه الانجليزيه بهالبراعه وبتقدري تغني؟ هلا انا مكتشفتها في نفسي من زمان، بس القوقعه اللي كنت فيها بالضبط لا تسمح انه اغني. فهي على فكره الانجليش كان فكرتها هي فكرتها، وكان الكلام عبارة عن ترجمة للقصيدة، بداية القصيدة، ولحنها الموزع محمد صالح، وفعلا الحمد لله رب العالمين. حتصوريها للأغنية؟ بإذن الله، بإذن الله، بإذن الله، أكثر من أغنية بإذن الله. طيب في تعامل جديد مع كمان، عرفت هيك مع شاعرة كمان كثير مهمة، اسم كبير إن شاء الله. هلا جديدة رح تنزل هالأسبوع أو الأسبوع الجاي مش عارفة، للشاعرة أصايل، كلمات الشاعرة أصايل وألحان البحر وتوزيع الأستاذ محمد صالح. سارة. فينا نسمع مقطع منها؟ طبعا. أوكي. غنيتيها قبل على شيء والله لا، وانا عم بفكر انه لا بدك تغني مقطع وعدتينا. سارة فكري واغني لك على البحر الطويل، انا بلد واحساس قلبي هناك في ذاك البلد، يلي تغني لك من اشواقي عصافير وهديل، وانت بنيت بداخلي قصر وضلعيني عماد. سارة فكري واغني لك على البحر الطويل، انا بلد واحساس قلبي هناك في ذاك البلد. حلو، موفقة بالأغنية، حتنزل بعد جمعة يا رب بإذن الله، بإذن إن شاء الله. عريب 2011 بدي انتقل لألبومك الأخير، ما أخذ حقه. طبعا اول شيء بدي اوجه طبعا تحيه للشخص اللي كان هو السند الاول والاخير، واللي هو تابعني من بدايه مسيرتي الفنيه، هو الاستاذ والملحن علي كانو. طبعا بوجه له تحيه اكيد. هذا الالبوم صدر بعد 5 سنوات من تعاملي معهم في الشركه اللي انا كنت معهم فيها، ولكن للاسف الشديد طبعا هذا الالبوم اسمه عريب 2011، بيتكون من 15 غنيه فيها اكثر من لون وتنوع، اكثر من لهجه. بالضبط، مصري اغنيتين، ولكن الحمد لله بس لانه ظروف الربيع العربي ما لقى استحسان. طب ان شاء الله البومك الجاي يلاقي النجاح، وتعرفي يمكن بالوقت المناسب
ايمتى الوقت المناسب لينزل؟ لان بعتقد كمان الوقت خانك ب 2011. تصريح حصري. تصريح حصري بالضبط. شو قصه الاغنيه وقد ايه هيك انت متامله فيها وقد ايه متفائله فيها وبدي اسمعها؟ طبعا متفائله فيها قد الدنيا، واول تعاون مع الشاعره جموح اللي بوجه لها تحيه، وانا كثير مبسوطه انه هالاسماء الكبيره عم تثق بصوتي، صدقيني كثير مبسوطه ودافع كثير كبير لإلي، وكل عام وهم بخير يا ربي. الاغنيه نزلت والحمد لله رب العالمين على اذاعه من الاذاعات، ولاقت نجاح كثير كبير، وعلى الفيسبوك عم بيهنوني فيها وعلى تويتر، فبنسمعكم يلا مقطع اكيد قبل ما يخلص وقتنا. اكيد. الله من عبرة ما فارقت صدري، تحرك خفوقي وخافي ذوب من الحرة، أخفي لهبها وكل الناس ما تدري، كني عليها قفلت الباب بالمرة. الله من عبرة ما فارقت صدري، تحرك خفوقي وخافي ذوب من الحارة، أخفي لهبها وكل الناس ما تدري، كني عليها قفلت الباب بالمرة. طبعا بعتذر كثير خانتني خاني مقام الصوت لانه محمد صالح مش معي. محمد صالح عم بيشوفنا وبوجه له تحيه. عريب بدنا ناطرين البوم جديد وناطرين اغنيتك الجديده وكليبات وكل التوفيق يا رب. مشاهدينا اكيد هيدي كانت ضيفتنا عريب لليوم. المزيد من القصص والمقابلات المنوعه بانتظاركم. وفي ساعتنا الثالثه والاخيره قلاع من الرمال على شواطئ ابو ظبي، والهدف دخول موسوعه جينيس للارقام القياسيه. في الحلقة